هلو أنا نغم زايد من نردي Certified TOEFL Trainer by ETS. وفي الفيديو ده أنا هكلمكم شوية عن التوفل IBT الجديد بعد الأبديت، بس مش كترينر ولكن كتست تيكر. دي هي السكورز بتاعتي بعد ما دخلت التست بتحضير كام يوم بس. خليني أقول لكم خلاصة تجربتي إيه مع التست. Thank you for watching to this point. دلوقتي خلينا نتكلم معاكم عن listening section في التوفل IBT الجديد بعد الابديتس. زي ما اتكلمنا قبل كده في الريدنج section ماشي بنفس نظام المالتي ستيج ادابتيفيتي اللي فيه بتاخدوا السكشن على السكشن الاولاني اللي فيه بيعمل لك assessment يعرف منه انت مستواك ايه، هل انا مستوايا في اللور ليفل اللي هو سكور 1 2 3 ولا مستوايا في الابر ليفل اللي هو بيسكور 4 5 6. بناء على السكور بتاعي بيبدأ ان هو يظبط لي مستوى الأسئلة اللي هتجيلي، وده طبعا helpful جدا جدا بالنسبة لي. الليسننج سيكشن عندنا فيه 4 types of questions. هو listen and choose a response اللي فيه بتسمع جملة ويبقى قدامك 4 ردود، مطلوب منك انك تختار الرد الأنسب للي انت سمعته. السؤال الثاني سؤال listen to a conversation، بتسمع فيها conversation ما بين 2 بيكلموا بعض، بتبقى conversation صغيرة يعني 30 ثانية مثلا، وبيجي لك أسئلة على الconversation دي. عندك كمان listen to an announcement اللي فيها بتسمع announcement وبعد كده يجي لك عليه MCQs، تختار الرد الأنسب أو تختار يعني الإجابة الأنسب للMCQ اللي ظاهر لك. وفاينلي listen to an academic talk اللي فيها تسمع محاضرة أكاديمية، دي بقى اللي بتطول شوية، ممكن تبقى مثلا دقيقة ونص، وبعد كده يجي لك عليها أسئلة تبدأ تجاوب الأسئلة دي. الفور questions زي ما قلنا في السكشن الاولاني بيجي لك مستويات مختلفه علشان يعمل لك assessment كده انت الليفل بتاعك ايه بالظبط. في من اسئله بتيجي اصلا في السكشن الثاني لو انا upper level، وفي اسئله ما بتجيش، في اسئله بتجيلي لو انا lower level، وفي اسئله ما بتجيش. فالديبندس على انا في اي سكشن من السكشنز، هل انا upper level ولا lower level، بناء عليه التايبس اوف questions بتجيت adapted، وببدا اني انا يجيلي التايب اوف question المناسب او اللي يساعدني اوصل للسكور بتاعي. تعالوا كده بقى نفصص كل سؤال في أسئلة listening section. بالنسبة لسؤال listen and choose a response، أنا شايفة إن ده سؤال يعني مفيش حاجة واقعية كده في الدنيا. بيجيب لك حد بيكلمك وانت المفروض تختار الرد المناسب للجملة اللي هو قالها. فحاجة من ال everyday situations، حاجة طبيعية جدا، حد مثلا يجي يقول لك the library were closed yesterday، فأنت ترد عليه تقول له yes there was an event مثلا. فالردود مناسبة جدا أو السؤال نفسه مناسب قوي لحاجة أنت بتتعرض لها كل يوم في حياتك، حد هيقول لك حاجة مستني منك رد. بالنسبة لسؤال listen and choose a response، طبعا لما بيجي لك الupper level بتتوقع السيتويشنز، ممكن تلاقي الاكسنت نفسها بقت اسرع شويه، الصوت بقى اسرع، او الكلام نفسه بقى محتاج حد upper level عشان يفهمه. بس by the way يعني بما اني رحت للupper level الحاجات ما بتكونش برضو صعبه قوي، يعني انا ما حسيتش قوي في اختلاف ما بين السكشن الاولاني والسكشن الثاني في السؤال. في الاثنين كانوا بالنسبه لي يعني accessible جدا وسهلين جدا وواضحين، يعني يمكن بس حسيت ان فرق السرعه كان زياده شويه، بس برضو مش الفرق الرهيب اللي ممكن يأثر قوي مع حد. ده بالنسبه لسؤال listen and choose a response. طيب بالنسبه بقى لسؤال listen to a conversation، برضو مش من الأسئلة الصعبة، وبرضو أنا ما لاحظتش فرق كبير ما بين السكشن الأولاني الكونفرزيشن اللي كانت فيه والكونفرزيشن اللي كانت في السكشن الثاني. برضو كان فرق سرعة بسيطة قوي، لكن التوبيك نفسه الألفاظ المستخدمة كانت عادية، كانت سهلة، ما كانتش بالصعوبة اللي أنا كنت متوقعة إن هي تكون بيها. والموضوع كان زي ما قلت وعمالة أقول طول الفيديو إن الموضوع سلس. سامبلي هما 2 بيكلموا بعض في conversation، وبعدين بيبدأ يسألك مثلا سؤالين 3 على الconversation دي. فمثلا واحدة بتقول لواحد انه انا ما لحقتش احل في التست كويس علشان الوقت خلص، فهو بدأ يقول لها tips عن ازاي manage her time carefully. فهتلاقي نفسك بيقول لك مثلا السؤال what was the conversation about، فسامبلي هتختار ان it was about a woman struggling مثلا with her time management. طبعا انت مش بتلاقي الكلام كوبي بيست، يعني مش هتلاقي نفس اللي اتقال مكتوب، لكن هيبقى فيما معناه. يعني مثلا هو قال لها you can put a clock in front of you، فهتلاقي مثلا في الأسئلة بيقول لك to put a timer while she's practicing، فنفس المعنى بس ألفاظ مختلفة تماما. بالنسبة لسؤال listen to a conversation زي ما قلت لكم ما لاحظتش خالص صعوبة ما بين section 1 و section 2 بأي شكل من الأشكال. بقى لسؤال listen to an announcement، برضو سؤال سلس جدا، انت مجرد بتسمع announcement students the library will be closed tomorrow due to some visits from the administration. خلاص هيجي بعد كده يسألك what was the announcement about،
يقول لك مثلا why the library will be closed، فتختار مثلا because there are some important visitors coming مثلا، وهكذا. فبيبقى برضو الموضوع سهل وسلس. طيب يمكن بالنسبه بقى listen to an academic talk، انا كنت متوقعه ان هي تكون معقده جدا واني مش هفهم اي حاجه. بس اولا رتم الكلام كان كويس جدا، يعني ما كانش السريع ان انا بجري وراه، ولا البطيء اللي هو بيبين لك قد ايه هو بيحاول يسهلها عليك، لا، كان الريتم الطبيعي اللي اي بني ادم بيتكلم بيه، اللي لو انا دخلت محاضره فيها شخص نيتيف سبيكر يبقى بيتكلم بيها. الريتم اللي يخليك فاهم في نفس الوقت هو ريتم نيتيف سبيكر، مش الريتم اللي هو بتاع حد يعني بيحاول يسهل عليك او حاجه. ريتم طبيعي جدا. التوبيك نفسه ممكن يكون مثلا لاحظت ان لما دخلت السكشن الثاني اللي انا رحت فيه للابر ليفل، كان التوك نفسه التوبيك بتاعه كان ادفانسد شويه، يعني ما كانش توبيك كومن. بس الالفاظ المستخدمه جوه التوبيك ما كانتش صعبه، يعني هو شرح لي التوبيك ده عن ايه، انا ما كنتش فاهمه اصلا الحاجه اللي كان بيتكلم عنها، فهو اداني ديفينيشن ليها ففهمتها، وبدا يشرح لي برضو واحده واحده، فاوكي استوعبت رغم ان هو توبيك مش كومن خالص. عكس مثلا في السكشن الاولاني لا، كان التوبيك انا اوريدي عارفاه، فكنت حاسه ان الموضوع ابسط يعني. لكن الالفاظ المستخدمه يمكن كان بيبدا يستخدم شويه حاجات ادفانسد، بس برضو مش الادفانسد لدرجه مهوله، يعني هي ادفانسد بس الناس بتستخدمها ادفانس، بس انت لو بتتفرج على مسلسل او فيلم مثلا اكيد سمعتها، مش الحاجه المستحيله. فبرضو كان بالنسبه لي مش صعب قوي، بس يمكن لو ده بالنسبه لي انا كتست تيكر اللي هو انا اصلا ترينر، طب بالنسبه لحد تست تيكر وده مش مجاله الانجليش او حاجه، لو اتمرن بشكل كفايه بس ان هو يسمع حاجات طويله شويه من غير ما يفصل ويعرف ياخد نوتس، مش هيلاقي الدنيا صعبه خالص. نقطه النوتس بقى، نقطه بيبقى معاك ورقه وقلم في الامتحان، ودي حاجه كويسه قوي انها ورقه وقلم مش بورد مثلا او كده، لا هي ورقه وقلم، فالموضوع لذيذ جدا. الورق كتير، يعني انا من الناس اللي بتشخبط كتير قوي، ففكره ان في ورق كتير ده كان بالنسبه لي مسعف جدا، لاني خلصت كذا ورقه بلا هدف، يعني انا بس من النوع اللي بيحب طول ما هو قاعد عشان يركز لازم يبقى بيشخبط، فبالنسبه لي الموضوع كان برضو يعني هيلبفل بالنسبه لي في الاستريس جدا. الورق كان كتير، فزي ما قلت حتى لو لخبطت في ورقه شطبت على حاجه انت بتقدر معاك ورق تاني مش محتاج انك تمسح او حاجه زي كده. كمان كبير، يعني تقدر انك تكتب وتقسم وتكتب بعد كده تحتيه او فوقيه، فالموضوع كمان كان كويس قوي في الموضوع ده. فمهم انك تبقى بتعرف ازاي تاخد نوتس، يعني في طرق نوتس كتيره جدا. في ناس بتحتاج تكتب جمل عشان تفتكر، في ناس بتكتب كلمات عشان تفتكر، في ناس ما بتعرفش تكتب اصلا وهي بتسمع، فبيبقى احسن لها ان هي تكتب نوتس تحت بعض حتى لو بالعربي عشان تفضل مركزه وما تنساش اللي اتقال. فالنوتس مهمه جدا خاصه في الليسننج سيكشن، لان الليسننج سيكشن الاسئله ما بتظهرلكش الا بعد الاوديو ما يخلص، فانت لازم تاخد نوتس والا هتنسى، خاصه مثلا في حاجه زي سؤال listen to an academic talk بيبقى طويل، بيبقى مثلا دقيقه، فممكن يسالك عن حاجه في بدايه التوك انت هتبقى نسيتها، فبيبقى مهم قوي ان احنا ناخد نوتس تحت بعض كده بشكل منظم. ده بيساعد قوي ان انت تفتكر، ولما تجيلك السؤال يبقى على الاقل عندك خلفيه عن الاجابه، حتى لو مش كاتب الاجابه هي بالظبط، بس كاتب حاجه ممكن تساعدك تخمن الاجابه. دي برده نوت مهمه قوي، ان الام سي كيوز في التوفل اي بي تي مش الام سي كيوز اللي يجيب لك بقى الاجابات كلها صح وعايزك تختار الاصح، لا، بيبقى في حاجات هي باينه 100% ان هي غلط، وفي حاجات ممكن تبقى فيها 50-50، لو انا مش مركز قوي ممكن اتلخبط، بس ده ما بيبقاش اكتر من 2 choices. فالموضوع بيبقى كويس قوي في النقطه دي، انه لو انا مش عارف اختار الصح انا سيمبلي ممكن اليمينيت الغلط الاول، اشيل الاجابات الغلط، هلاقي نفسي مثلا محتار ما بين 2، اختار حسب اللي لايقه اكتر على اللي انا سمعته بقى، لو انا مثلا الحته دي فاتتني او حاجه. فده برضو تكنيك بيبقى حلو قوي ان انا اقدر استخدمه، والتوفل بيساعدك تستخدمه بان هو جايب لك التشويسز فيما بينها فروقات باينه، الموضوع مش معقد قوي. فاوفرول الاكسبيرينس بتاعتي في الليسننج سيكشن كانت كويسه جدا. شايفه ان هو كسكشن مش صعب خالص، اي حد بيسمع انجلش كل يوم سواء من اغاني افلام مسلسلات هيعرف يحل في الليسننج سيكشن بشكل بيرفكت، مش هيبقى مواجهه اي صعوبه. اللي ممكن الناس تواجههم صعوبه هي الناس اللي ما بتسمعش انجلش خالص، مش متعوده تسمع انجلش نهائي، فدول اللي هيبقى في ستراجل شويه في الاول، انه مش عارف يلقط الكلام مش سريع، ف يعني لو حد بيسمع حتى انجلش حاجه بسيطه قوي هيعرف يلقط عادي. فعشان كده انا شايفه برضو ان هو سلس جدا، يعني يمكن الاكاديميك توك هي اكتر حاجه تشالنجينج لمجرد بس ان التوبكس مش كومن. فبالنسبه لي دي بالتمرين، اي حد ايا كان مستواه ايه بشويه تمرين هيلاقي الدنيا يعني سهله جدا وهيعرف يوصل لها بكل سهوله. ده كان كده اوفر فيو سريعه عن الاكسبيرينس بتاعتي في التوفل اي بي تي للليسننج سكشن. فلو عايزين بقى تبداوا تشوفوا
ايه اللي حصل في الرايتنج سكشن، ايه اللي حصل في السبيكينج سكشن برضو كاوفر فيو. سبسكرايب فور مور فيديوز، واستنوا الفيديوز اللي جايه بتاعتنا اللي ان شاء الله هندخل فيها في تفاصيل كل سؤال من الاسئله وكل سكشن من السكشنز. Thank you so much for watching. See you later. Bye bye.